عقر بقر. عقر بقر، تقال هذه الكلمة للإنسان المريض واللي يبون تغشمرون معه. مثال: اشفيك طاقق عقر بقر، يعني اشفيك حاشك مرض البقرة اللي انكسرت ريلها أو امرضت أو ما قامت تقدر تقوم. قرنقعوه. قرنقعوه، وهي كلمة بحرينية تعني ما يقال في معان أخرى قريقعان، وهو مجموعة من الحلاو والمصاص والبرميميت والحب الشمسي والحب الأحمر منه والأبيض والفستق الإيراني وغيره، ووقتها عادة ما يكون في منتصف شهر رمضان الكريم. تسمر. تسمر، مثال: فلان تسمر في مكانه، أي ثبت في مكانه كالمسمار الذي دق في الأرض. يزقر. يزقر، وهو مصطلح إماراتي يعني بمعناه أن الشخص ينادي شخصا آخر أو يصرخ عليه. زحير. أزحير، تقال هذه الكلمة لأحدهم حين عدم الرضا منه، وخاصة وهو يأكل. مثال: تأكل اسحير إن شاء الله، أو عندما تقول الأم لحق ولدها اسحر، يعني مثل ابلع وهي مو راضية عنه. خري مري. خري مري، القصد منها المكان الذي لا يعرف فيه الداخل من الخارج، فيقولون الناس في هذا المكان خري مري. يتكعكع. يتكعكع، يعني يتضحك، والكعكعة هي الضحك مع إخراج صوت كعن كعن، ومنها القهقهة قهن قهن قهن، ومنها الكركرة وصوتها كر كر كر، وفي الإنترنت تكتب لول. وزنبليطة. هيصه وزنبليطة كلمتان مترادفتان، الأولى تعني الضوضاء والصوت العالي المزعج، أما الثانية كلمة معناها الخلبطة والعفوسة والعشوائية اللامنتظمة، وعند جمع الكلمتين في جملة واحدة تعني نام بمردانه. نام بمردانه
يعني عبارة عن أنه تشاجر معه وطرحه أرضا وأشبعه ضربا. مثال: خواره. خواره. عندما يقولون فلان خواره يعني ليس محل ثقة وما تحصل منه فائدة. مثال: غمنده. ومنده، كلمة بمعنى اتفاق سري لتنفيذ عمل ما ربما يكون للشر أقرب. مثال: بهم، كلمة منبعها حائلي وتقال في اللغة العربية الفصحى هنا أو موجود، وتستخدم هذه الكلمة في أغلب الأحيان في المكالمات الهاتفية أو عند طرق الأبواب. حبربش. وبربش، كلمة وهمية معروفة عند الكويتيين يقولونها على من لا يعجبه من الناس، أو بالأحرى تنطبق على حثالة الناس ومن هم من دون المستوى. مثال: مسودا. مسودا، وهو شخص مختل عقليا ولا يتصرف بما لا يليق، يلبس ملابسه عكس ملابس الناس. واحد الأمثلة على ذلك عندما يلبس الشخص المسودا الدشداشة والغطرة والعقال والبشت وجوتي الرياضة.